السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وصفة النهاردة ان شاء الله بدون زبدة، بدون بيض، بدون لبن، احلى بيتزاية شرقي موفرة جدا وتأكل 4 افراد كبار، جميلة جدا واقتصادية. المقادير نبدأ بسم الله على بركة الله. معايا هنا 400 جرام دقيق، كوبايتين، معايا رشة زعتر، معايا نص معلقة ملح، معايا معلقة كبيرة من الخميرة، ونص معلقة من البيكنج باودر، وربع كوباية من الزيت. وهقلبهم كويس جدا لحد ما كل المكونات تندمج مع بعضها وتلاقي كده الدقيق خرز معاكي. معايا كوباية مية دافية ومش سخنة قوي. هبدأ كده بسم الله، ابدا احط كده شويه شويه واعجن العجينه زي ما انتوا شايفين. ما احطش كميه الميه كلها، انا احط لحد ما احس ان هي استكفت وبدات تلم معايا. هي كده بدات تلم، بس هي لازقه في ايدي. ليه؟ لان الايد دي اللي انا شغاله عجن بيها من ساعه ما بدات الوصفه. هنضف ايدي كده واغسلها علشان اجي انم العجينه تاني. كده ايه، غسلت ايدي وبليتها ميه وايه وسويت كده وش العجين وغطيته كويس علشان الجو برد. هسيبه تقريبا تلت ساعة على جنب كده. هنشوف معانا ايه للحشو. دي بواقي كانت عندي في التلاجة. دي كفتة الفراخ اللي محشية موتزاريلا كنا عاملينها مع بعض سوا، وصابعين كده من النقانق اللي هي السوسيس، ومعايا هنا معلقة صلصة، ومعاها فص توم كبير، ونص معلقة زعتر. وهبدأ كده ان انا اقطع الثوم فوق الصلصة عشان يديها ريحة كده جميلة، ومعلقتين زيت، واقلبهم كويس كده مع بعض. ده لو انت ما عندكيش صلصة عاملاها في البيت. صلصة البيت هتعملها برضو فصين توم وكام طماطمية، وهتحط عليهم رشة نعناع لو عندك. هبدأ كده اقطع بقى الحاجة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ودي طماطمية كمان متقطعة، ومعايا كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة. دي حاجات كلها كانت عندي في البيت. هجيب بقى الصينيه كده واقول بسم الله وادهنها. لو انت عاوزه البيتزايه ما تلزقش في قاع الصينيه، هتدهنيها زيت كويس كده زي ما انت شايفه كلها ومن الجوانب. وهجيب كده معلقه دقيق وارشها كده في الارضيه، وابدا كده اوزعها في الصينيه والجوانب. تمام. كده الصينيه بتاعتي جاهزه. هشيل بقى باقي الدقيق اللي في القاع واحطه كده في اي مكان. وهبدا كده اجيب العجين، اخد 3/4 العجينه بتاعتي، وادهن ايدي زيت، وابدا كده ايه افرد. شايفه بتتفرد معايا ازاي بكل سهوله، مرتاحه جدا، متخمره كويس. وخدت كده ربع العجينه وحطيته برضو في جنب كده، هغطيه عشان هقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي. كده انا فردت العجين كله في الصينيه. شايفه ما خدتش ثواني وبتتفرد بكل سهوله، ولا بتشد ولا بتمط ولا اي حاجه. بالعكس بتتفرد بكل سلاسه لانها متخمره كويس ومرتاحه كويس جدا. تحفه. معموله والله بالميه بس. العجينه دي يا جماعه زي ما انتم شايفين ميه ليس الا، وطالعه اسفنجيه هشه جميل. هجيب بقى مع كده معلقه الصلصه اللي انا اخدتها وحطيت عليها الثوم والزعتر، وهبدأ كده ايه افردها في الصينية. بس ما وصلش للاخر خالص علشان ما تلزقش في طروف الصينية وانا بخرجها وتبقى محروقة. واحط كده بقى ايه الطماطمية اللي انا كنت مقطعاها. دي عشوة سريعة جدا وفخمة جدا جدا جدا، مش هتندمي ان انت جربتيها. هبدأ كده اوزع الحشو بتاعي. شايفين محشي ازاي؟ انا كنت عاملة كفتة الفراخ ديت في، وهنزل لكم اللينك بتاعها. كنت حاشيها هوت دوج وجبنه موتزاريلا تحفه جدا، وطعمها في الفطيره ديت زي الكريب اللي بيجيبوه من بره، وريحه وطعم وشكل بسم الله ما شاء الله تبارك الله تفتح النفس. انا كده رصيت كل الحشو بتاعي. هجيب بقى الموتزاريلا وبرده نفس الكلام، ما وصلش للاخر عشان الجبنه لما تسيح ما تلزقش في الحواف بتاعه الصينيه وهتبقى صعبه في التطليع. تمام. كده انا فردت الجبنه بتاعتي. هركن بقى الصينيه على جنب واجيب كيس تلاجة وافرده كده. انا طبعا قطعاه من النص وفردته علشان يعرض معايا، واجيب باقي العجينه بتاعتي. تمام. اشيل بقى الطبق كده اركنه على جنب، واجيب كده نقطه زيت ادهن بها ايدي وابدا افرد بقى كده. تمام. افضل افرد كده حته العجينه ديت لحد ما تطلع معايا زي الطبق المدور كده عشان اقلبها على وش الصينيه.
تمام. بص بتشد معايا ازاي، تحفة بسم الله ما شاء الله، سلسة جدا. وبمية والله انا ما استخدمتش غير المية زي ما انتوا شايفين. انا هشوفها كده بقت مقاس الصينية، لا لسه كمان كده كام سنتي كده من الجناب. هفرد بايدي كده زي ما انت شايفة. ما ترققيش قوي، لو اترققت قوي مش هتبقى يعني ايه، ممكن تفتح كده من فوق ويطلع منها جبنة. اهيت كده خلصت. هجيب الصينية بتاعتي وانا ماسكة كده العجينة بالكيس واقوم حطاها على الوش. شايفة بسم الله ما شاء الله. هتبدأي بقى تمسكي طرف الوش اللي انا عملته ده، وتدككي كده من الجوانب بصبعك، هتلزق معاكي بكل سهولة. مش هندهن الوش ده بيض ولا اي حاجة، وهتشوفوا وشه طالع كهرمان، لونه الذهبي يفرح القلب. وكنت دهناه بس معلقة زيت اهو زي ما انت شايفة كده. حطيت معلقة زيت. طبعا الزيت اللي انت تستخدميه يكون حلو كده وليه ريحة حلو، يعني ريحته مش وحشة. دهنت الوش زيت اهوت. هبدأ بقى ادخلها الفرن. قعدت قد ايه في الفرن؟ ربع ساعة بالدقيقة، وكانت النار متوسطة. شايفة الوش طالع عامل ازاي؟ اول ما تخرج كده نسمي الله ونقوم عاطينها رشة مية خفيفة كده عشان بس ايه، تبقى طرية ملبن معاكي. وهتغطيها يعني مفيش، هما دقيقتين بالعدد. هتحط الفوطة كده بس، هنعد واحد اتنين تلاتة ونقوم شايلين الفوطة بتاعتنا. بصي الجمال. لو عندك بقى حتة زبدة كده دهين الوش، ما عندكيش عادي مفيش مشكلة. دي كانت برضه دهنة زيت خفيفة جدا زيتون، لان انا بحب ريحته في المعجنات. تمام. هبدأ بقى كده اسلك، مع انها هي سلكة مفيش اي حاجة، وكان في جنب بس كده في قطعة صلصة سربت من الجنب، بس انا سلكتها. وهتشوفيني دلوقتي وانا بنزلها في الطبق بسم الله ما شاء الله، هي طلعت لوحدها اصلا. شايفه الجمال واللون؟ حلوه قوي يا جماعه ومش مكلفه والله. دي كانت بواقي في التلاجة. كفته الفراخ اللي انا كنت عاملاها، وصباعين كده من السوسيس، بيقولوا على السوريين النقان، انا بجيبها منهم كيلو تقريبا ب90 جنيه. جبت انا بقى كده معايا المعلقه الكبيره دي وسحبت بيها. شايفه الصينيه فل فل. ادي الشكل النهائي ليها. وهبدأ بقى كمان اجيب السكينة واقطعها برضو قدامكم علشان تشوفوا شكلها. شايفة من الجوانب عاملة ازاي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والحلاوة دي؟ وسهلة وموفرة. انت لو راح تجيبي ديت من محل يعني مش اقل من 100 120 جنيه. حجم وحشو وشكل ولون. انتوا عارفين الاستغلال الايام دي والدنيا عاملة ازاي. هبدأ اقطع كده 4 تربع واعمل مثلثات، وارجع اخد برضو تاني من النص. طبعا التقطيع دي كلكم عارفينها، وانت بقى زي ما تحبي تقطعيها بطريقتك، مربعات سمبوكسات، هي هتتقطع معاكي عادي خالص. شايفه ولا الوش مقشر ولا في من الجوانب حاجه محروقه ولا اي حاجه. شكلها جميل ويفتح النفس وسهله جدا وبسيطه. ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك علشان بيبسطني وبيفرحني وبيشجعني. كده تمام. هفتح لكم كمان كده من على الوش سمبوكسية كده. الله الله سخنة نار، جميلة جميلة جميلة. اتمنى ان انتم تجربوها. خلاف كده البيتزا الشرقي دي مشبعة جدا، لانها مقفولة كلها بالعجين، بتشبع والله. يعني ديت تكفي 4 افراد. شايفين بسم الله ما شاء الله. لو عجبك بقى الوصفة ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. هنشيل لكم قطعة كده بقى هي سخنة، والجبنة لما بتكون سخنة بقى بصراحة بتبقى مولعة، ما بقدرش كده امسكها بايدي. شايفة؟ انا ما كنتش حاطة جبنة كتير برضو، ده هي كوباية صغيرة خالص. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.